وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه سادة الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده في اجواء مميزه وسهره رمضانيه ممتعه هنا من ملعب السلام اول، ومعانا بقى نجوم مختلفين عن العاده وهم اولياء امور فريق الخالدين بقياده الكابتن عصام. نتعرف بحضرتك. مامة مريم محمد دفاع. نتعرف بحضرتك. مامة ملك. النهارده يمكن لو عايزين بقى نهني الشعب المصري الاول بمناسبه رمضان نقول لهم ايه؟ كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، والشعب المصري كله دايما بخير، ويا رب بلدنا دايما تفضل بخير. النهارده عايزين نوجه بقى رساله للشعب المصري بمناسبه رمضان والاجواء السهرات الرمضانيه الجميله دي، نقول لهم ايه؟ سنة والجميع بخير، ويطول عليهم الأيام بخير يا رب. شايف النهارده دوري ابطال مصر الاولاد بيقدروا يستفادوا من خلاله احتكاك كويس؟ أكيد طبعا، هي بيحافظوا على لياقتهم، والمران برضه بيزود من الخبرات بتاعتهم، وبرضه دي حاجة كويسة، وبيزود الجرأة عندهم، فدي حاجة كويسة يعني. كولية أمر بيحسسك إيه وأنت خلال من بره بتتفرجي على بنتك وهي بتلعب في المباراة، بتبقى عايزة تقولي لها إيه؟ عايزة أقول لها انزلي الملعب، ما تخافيش، ما تقلقيش، واجهي واحتكي، أدي أحسن ما عندك. شايفه النهارده يمكن بقى بالنسبه للفرق الكره النسائيه بيبقى لها برنامج غذائي معين، انت كوليه امر بنحاول نهتم بالحته دي مع اولادنا سواء البنات او الصبيان خلال شهر رمضان؟ بنحاول على قد ما نقدر، بس انت عارف البنات بالذات متعبين شويه في حته الاكل دي، بس الحمد لله بنحاول يعني نسيطر على الموضوع. لو النهارده هنوجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيساندوا خلال كل مباراه، تقول لهم ايه؟ بقول طبعا الجهاز الفني كابتن عصام الله يعينه ويقويه على اللي هو بيعمله معاهم، وربنا يبارك له، والبنات اتمنى لهم التوفيق ويبقوا احسن من كده ويأدوا برضه اداء كويس. لو يستمتعوا طبعا باولادهم وهم بيلعبوا. لو النهارده الاجواء الرمضانيه الجميله دي وشايفه ان انت الكواليس خلال دوري ابطال مصر وخلال البنات، لو النهارده هنقول لهم رساله شكر من خلال دوري ابطال مصر نقول لهم النهارده؟ نقول لهم انتوا بتتعبوا وربنا مش هيضيع تعبكم، واجمدوا وخلوا عندكم اصرار وعزيمه، وان شاء الله يعني تقدم كبير، وربنا يوفقكم ان شاء الله كلكم. سعيد بلقائي معاكم اولياء امور فريق الخالدين، وانتظرونا وتغطيه حصريه لقناه سادة الملاعب لدوري ابطال مصر.